ووزير الماليه واقترح من الوزير المختص. الموافقات دي مش موجوده، حلو الكلام في القضيه دي بالذات. طيب الموافقات دي مش موجوده، طب انت هتقول لي القانون قديم. جت بقى الماده 510 في اللائحه قالت يجب عند التصرف في مال عام من جهه الى جهه، ده من جهه الى جهه، ان انا اتبع بنود القانون كام 29 قلت عليه، يبقى القانون ما زال ساري. تيجي الماده حضرتك 509 بتقول لك لا يجوز تملك، لا يجوز تملك اراضي الهيئات العامه او كسب حق عيني عليها بالتقادم. طب الناس اللي تعدت والناس اللي بنت وايه الوضع ده؟ طب الوضع ماشي ازاي؟ طب الناس دي اللي هي تعدياته على فكره التعديات. في قرارات من رئيس مجلس الوزراء بيتم مناقشتها دلوقتي في كيفيه التصرف في التعديات اللي موجوده. ده انا متابعها. طيب هو مش في دي بس، حتى في التعدي على الاراضي الزراعيه من مباني من تصالح اللي هو قانون التصالح اللي موجود حاليا. هل الجهه الاداريه صدرت محاضره؟ اصل في ناس اتعمل لها محاضر املاك دوله وراحت خلصت لان جالها 3 سنين التقنين، جالها 3 سنين اللي هي طلبات التقنين. موضوع التقنين لا يصلح في هذه الاراضي، لان لو هم بيتكلموا على التقنين له 3 شروط في اللائحه في القانون 144 لسنه 2017، ان هو يكون ساكن ومستقر، ان هو يكون متعدى قبل 2017، ويكون متصور تصوير جوي، والاراضي كلها ايه فاضيه بعون الله، يبقى لا يجوز لها تقنين. طب لو جيت هقول لك الماده برضك 552 قالت لك لا يجوز ابرام عقد، ده في لائحه الحسابات والموازنه عند وزاره الماليه، لا يجوز ابرام عقد او صلح في ماده قيمتها اكثر من 5000 جنيه الا باستفتاء شعبه الراي من مجلس الدوله. طبعا الموضوع ده مش موجود برضك في الورق دي. انت شايف حاجات، طب ايه الاجراءات اللي حضرتك خدتها؟ طيب ما احنا هقول لحضرتك انا عايز اتكلم حضرتك. انا هتكلم بس انت حضرتك قلت الشق القانوني واقول لك الاجراء اللي احنا خدناه. تمام. لا حاجه احنا عايزين نقول مثلا في كذا والاجراء اللي احنا خدناه كذا. طب ماشي انا عشان ما نهربش بس من كلام كده. خلاص حضرتك الشق القانوني. اتفضل. احنا طبعا هي للائحه غير مطابقه. طيب لقانون نقل المال عام ده مش مطابق. طب في قرار بقى لرئيس مجلس الوزراء اسمه 1956 لسنه 2000 يحظر على الوزارات، وطبعا منها وزاره الزراعه والهيئات ومنها هيئه التعمير، جميع القطاعات في الدوله والتصرف في الاراضي المملوكه لها ولها حق التصرف فيها، ويقتصر التصرف على المصالح ذات النفع العام. تمام؟ مصالح ذات الايه؟ النفع العام. طيب مفيش مصالح، ده المصالح اللي في الناس ذات النفع العام راحت خالص، مفيش حاجه. طب هل الرئيس لما يجي يشتغل في حياه كريمه، انت بتقول لي حياه كريمه في مبادره حياه كريمه شغاله، اما يجي ايه يشتغل، ده اللي احنا بنتكلم عليه وده اللي المحافظ عامل عليه لجان. حضرتك ما هم يجي يشتغل الارض هتتبنى. لا لسه، وفي ناس حضرتك موجوده ببلطيم يا فندم، ما هو لسه ما تنفذش يا فندم. في ناس هتبني، لسه دورها ما جاش. في ناس هتبني وتخسر فلوس لسه على ارض الواقع هناك مش موجوده. بس حياه كريمه موجوده على ارض الواقع موجوده اللي جه وقتها يا استاذ عامر. لكن بالدور في البرولوس، لا بالدور يعني كل مكان البرولوس غير حضرتك موجود. حياه كريمه موجوده في محافظه كفر الشيخ، بس لسه دور البلطيم ما جاش كمركز البرولوس لسه ما جاش. يا فندم دلوقتي حياه كريمه هتيجي هتكون الناس بنت على الارض، ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. ما عشان كده انا عايز اوضح لحضرتك السؤال ده. قرار رئيس في سؤال بقى، انت حضرتك قرار رئيس مجلس الوزراء، قرار رئيس مجلس الوزراء واضح وصريح. هل قرار رئيس مجلس اداره الهيئه اقوى من قرار رئيس مجلس الوزراء؟ لا طبعا. او يلغي، بما انه ما انا عايز اقول لحضرتك الفكره التخصيص للنفع العام. احنا الناس ما بتقولش ان احنا عايزين الارض لنا. طب هل لما محافظ كفر الشيخ يطلع قرار بتخصيص مكان وحده محليه مساحه 900 متر على الطريق، لان المكان ده على الطريق 900 متر عشان الوحده المحليه ممكن تبقى مدينه بعد كده، فلازم أن يكون مساحه كافيه لانشاء وحده محليه، هل القرار بتاع الوحده المحليه تتخذ ارضها وتتقسم ويقول لك المحافظه ده اجراءات احنا المفروض بنشتغل عليها دلوقتي. السيد رئيس الوحده المحليه رفع قراره وثبت ان المذكره رفع المذكره للمحافظ وجاري تشكيل لجنه للشؤون القانونيه بتخصيص هذه الارض للنفع العام. تمام. وحضرتك الارض دي يا فندم املاك دوله مش ملكها. تمام. وحضرتك في مصالح كتير متجنبه، وفي مكاتبات بتقول ان تم رفض مثلا مصالح معينه، ان هم الاستاذ نايف فاروق العاده قال لك لان الارض التخصيص ده جه على ارض 2 من العاملين بالهيئه، فطبعا الامر ده امر مخالف. حضرتك ما احنا مش عايزين نقول مخالف او غير مخالف، لان في جهات مسؤوله انها تقدر تبت في الموضوع ده، وبناء عن كلامه ان في لجنه تم تشكيلها من المحافظه. يا فندم احنا بنشتغل يبين ناحيه قانونيه. انا ممكن اقول بعد اذن حضرتك، احنا بنشتغل على تكليفات بعد اذن حضرتك، انا عايز اقول على نقطه اوضح نقطه بس. يوضح لك حاجه خدت بالك؟ ربما ان في قانون
تمام. ان انا ما اقولش ان اللي قدامي ده مخالف بناء على القانون ده الا الجهات المختصه تقوله هو تحت القانون دوت او القانون ده يجرمه ولا ما يجرموش. دي جهه احنا بنحط عينينا كاعلام او كمواطن او كجهات حزبيه او شغلانتها او الهدف بتاعها او اللي المفروض بتعمله انها بتنير الطريق للمسؤول. في هنا عندك عجز في حاجه كذا وادي الطريقه اهوت، لكن اتناقش معاه في الاجراء اللي خده. وانت بتقول ان في لجنه مقامه ما اتهمش وخلاص. طلب يا فندم ده طلب احنا قمنا بناء على يعني على مبادره السيد الرئيس تمام وقرار السيد المحافظ. لو هو موجود يطلعوه. القرار بتاع السيد المحافظ بتشكيل لجنه على وتم تشكيل اللجنه يا فندم وشغاله دلوقتي. لا لسه حضرتك المحافظ لسه ما حضرتك تم تشكيل لجنه ولكن لم يتم عقد اللجنه. تمام. في مشكله بقى هنا، في مشكله. احنا دلوقتي بنقول هل الارض اللي جوه الكتله السكنيه دي تتبع الهيئه ولا لا تتبع؟ انا قلت لكم بالقانون هي من الواضح كده. ما هو ده اللي انا كنت عايز اتكلم عنه. انا عايز اوضح لك بعض النقط اللي زي كده. في بقى حاجه طلعت طمه كبرى اكبر من كده. اتفضل. ايه هي بقى؟ ان في بعض شباب الخريجين راحوا ان هم يسجلوا دفعوا الفلوس بتاعه الارض بتاعتهم وراحوا الاقساط بتاعتها ودفعوا المبالغ اللي عليها ده شيء لا يا فندم بس وخدوا العقود وراحوا يسجلوا وما زال ما استلموا. لا يا فندم مش كده. هم راحوا الشهر العقاري جابوا عقد نهائي من هيئه التعمير وراحوا الشهر العقاري. فالشهر العقاري قال له انا عايز شهاده كود مطابقه على القطعه كذا. راح جاب شهاده الكود المطابقه قامت طالعه املاك اميريه. قال له انا اسف لقد باع من لا يملك. هو قال له كده ما اقدرش اسجلها. طب انا بس احنا بقى للاشاره الموضوع ده معانا الاستاذ. انا بس قبل استاذن حضرتك طبعا استاذ ماهر ياسين. استاذ ماهر قبل ما نتكلم في الموضوع نخش في المشكله بتاعت حضرتك او راي حضرتك او المقترحات بتاعت حضرتك. عايز بس اوضح حاجه للاستاذ استاذ عبد الرازق. استاذ عبد الرازق بشكل سياسي مش هنقول هاجم ولكن قال تمام في المبادرات ولكن حضرتك كنت قاسي على الجمعيه الا احنا عايزين نقول على حاجه. عايز اقول لحضرتك على حاجه. اولا الاستاذ عبد الرازق اكد ان في لجنه مقامه من المحافظ لمناقشه ما تم حدوثه. تمام ان في ورق في عقود في تسليم محضر تسليم في ولكن في جهات حكوميه في جهه رسميه ماشي. احنا ما بنقولش معهوش ما بنقولش ما فيش ولا بنقول ان سليم ولا بنقول ان هو مش سليم ولا لينا دعوه مش احنا مش اختصاصنا. مش جهه احنا بنقول ان في ورقه. تمام يا فندم. هل الورقه دي قانونيه ولا مش قانونيه؟ هي اللي تفصل اللجنه اللي تفصل اللجنه اللي تفصل المسؤول. انا كسياسي او انا بقول لحضرتك انا كسياسي انا بتكلم على حضرتك طبعا انت كراجل سياسي او كراجل خدمي او ان انا اتابع مع المسؤول ايه القرارات اللي حصلت في مسانده. طب انتوا محتاجين مننا حاجه؟ محتاجين شهود، محتاجين فلوس، محتاجين وقفه، محتاجين ورق، محتاجين ايه احنا كشعب ايه نساعد الحكومه ازاي في تنفيذ ده. نتابع معاهم عشان خاطر على الاقل لو في حد مسنود واقف ايا كان المسنود دوت ادي باب للمسؤول او ادي باب للمحافظ يقول له لا والله ده الموضوع راي عام والناس في الشارع عارفه في الموضوع فانا مش هقدر اخدمك. ده لو افترضنا ان فيه وده مش موجود في مصر حاليا ولكن انا بقول لك اللي ممكن يكون بيدور في عقلك. مفيش حد مسنود تمام. وبالتالي هو ما كانش طلع المبادره كلمه مفيش حد مسنود ده معناها ان في اجراءات سليمه بيتم اتخاذها. لا يا فندم في اجراءات ممكن اتخذت عن طريق الخطأ يا باشا. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه في مش قصدي ان حد مسنود يعني مفيش حد مسنود ولكن ممكن في بعض الناس الانسان قد يخطئ. تمام. انا في بعض الناس اللي انا بعتبرهم من اعداء الدوله تمام اللي هم شايفين ان هم يقدروا ان هم يستباحوا مقدرات الدوله او مش انا مش بتكلم على ده بتكلم بشكل عام. ولكن هل الحكومه سايباهم؟ يا فندم لا في رقابه. هل الرقابه سايباهم؟ ده احنا عندنا اكتر جهات رقابه. الحرامي بيسرق وهو عارف انه لو وقع تحت ايد القانون هيتحاسب. يا فندم مفيش واصله لك؟ تمام يا فندم. طول ما هو ما اتمسكش تمام. حضرتك بس مش نقعد ساكتين. احنا نقول له شكرا وندور نشوف نفضحه ازاي قدام الحكومه. مش هروح امسكه انا. عامله زي بالظبط لو انا مسكت حرامي احبسه في بيتي ولا اسلمه للشرطه؟ سلمه.
يا فندم انت اخده من ايده كده واروح للشرطه واقول له ده حرامي تمام. والدليل بتاعي اهو، لكن ما احبسوش. عشان كده بقول لك ما ينفعش مش ان جهة احنا تنفيذ نهاجم يا فندم، ولا مش ولا جهة ولا تنفيذ. ولا احنا بنلقي الضوء الضوء. وعليهم ان هم يتخذوا الاجراءات الكافيه تمام. للحماية. وبناء عن كلام وطبقاً حضرتك لذلك لمبادره السيد الرئيس احنا بنلقي الضوء فقط لا غير. تمام. ده دورنا اللي احنا نساهم بيه. انا ما بهاجمش حد، انا ما بقولش حد عمل حاجه، انا بقول ان قد يكون هناك حضرتك قلت خطأ. مش قانوني. قد يكون حضرتك قلت اكتر أنا من مره. وجهة نظري انا اسف يا فندم، انا ادافع بقول لك عن من الجمعيه وجهة نظر. حضرتك قلت مش قانوني، مع انك بتقول ان في لجنه مشكله يا لسه ما فندم خدتش أنا- قرار. انا تمام ماشي، يا انا أستاذ مع عمر. حضرتك. وصل لك انا اقصد ايه؟ لا، يا تمام. فندم انا بس بحب الراي والراي ما الاخر، هو أنا فهم بتناول منهم غايبين، حابب اوضح انا لهم. حضرتك بتناول الموضوع من وجهة نظرنا للقانون، ومن ومن وجهه وجهة نظر اللجنة لها رأي آخر. لا، وقد ده يكون الراي عندها- السليم، قد يكون مع انه عندها لسه ما نزلش. مستندات تانية. تمام قد عن يكون النقطه دي. قد يظهر في الأمور يبقى شيء المفترض تاني. يبقى المفترض احنا بس انا عايزين الصورة انا الفحص بكلم حضرتك. استاذ ليا الله سياسي. يخليك. انا بتكلم كاستاذ ليا عايزين صورة كراجل الفحص سياسي. بس يعني. ماشي، احنا ما قلناش حاجه، بس انا بكلم حضرتك المفروض انا والله لا بتهم حاجه ولا المفروض لينا صالح في حاجه ولا اي حاجه. تمام. لا، احنا مفروض ناس سياسيين، مفروض ان احنا يبقى التعامل معانا يعني ايه، نتعامل برقه، ان احنا ما طيب نزعلش حد. قبل في ما أي كان قبل خلاص كده حضرتك. هو بيظهر الاماكن اللي فيها خلل، طيب. ويقول يا جماعه الخلل انا بس عايزين قبل ما ننقل للاستاذ مشكلة. ماهر، عايز اقول دور الاحزاب السياسيه اللي موجوده. طبعا الكلام لحزب الاحرار وبعض الاحزاب السياسيه مش شغلانتها ان انا هو من دورها انها تحط عينيها على السلبيات اللي موجوده، بس مش مجرد ان انا اقول دي سلبيه او مشكله. الهدف الاكبر هي مشاركه الحكومه في وضع حلول للمشكله دي. تمام، مناقشه الحكومه في وضع حلول للمشكله دي. تمام، مش مجرد ان انا اقول للسيد المحافظ الارض ديت املاك دوله والناس خدوها. لا، عندك حلول، اقعد معاه اناقشه ازاي نرجعها بشكل قانوني. والله تمام، انا بتكلم على دور انا سبت حضرتك تتكلم. في عند حضرتك اي تعليق؟ لا، انا حضرتك احنا طرحنا الفكره واحنا طالبنا للصالح العام، ولكن المطالبه بتاعتنا للصالح العام يعني ينقصها المتابعه. لا، وفي المتابعة. احنا برضك بنتكلم كده. تمام، احنا ينقصها احنا في مشكله حضرتك. المتابعه. احنا بنتكلم على ان احنا برضك عايزين القرارات الرئاسيه والمبادرات يتم تنفيذها على اكمل وجه. تمام. فاحنا بنقول ان الارض دي موجوده لكذا. قبل ما نختم لا، احنا بنقول برضه في مكان معانا الضيف الاستاذ ماهر ياسين ابو شادي، احد شباب الخريجين بقريه المستقبل. ايه راي حضرتك في اللي بيتقال وتجربتك؟ والله يا فندم، مثلا حسب كلام الزملاء، دي قريه موجوده فيها اماكن فاضيه، مصلحه عامه بالنسبه للقريه او خدمات بالنسبه للقريه. واحد يجي يبني عليها، يعني ايه واحد يجي يبني عليها؟ يعني مش فاهم ازاي؟ مين اللي بحرك اصلا؟ ولا انت اشتريتها من مين؟ ده مكان هلعب فيه، اعمل فيه ملعب لابني او اعمل فيه مستشفى لابني. ده طبعا شيء مختص بالمحافظ، هو اللي يقدر يقول الكلام ده. وهكذا. لا بس يعني احنا ماشي المحافظ، بس احنا برضه بنساعد المحافظ. المحافظ قاعد هناك في المكتب، احنا بنقول له في خلل هنا، يوم يبعت ناس تشوف وبناء على المكان كلام اللي فيه خلل. تشكيل على يتم لجنه ويشوف الخلل. بس ده اللي احنا بنتمناه بقى، سرعه الاستجابه. التجربه بتاعت حضرتك. التجربه بتاعتي يا فندم، انا خريج بستلم الارض من حوالي 35 سنه، انا والزملاء معايا. استلمت الارض من 35 سنه. تمام. كانت لسه صحراء والدنيا فاضيه خالص بقى، وكانت حاجه صعبه يعني. حاجه كانت صعبه. تمام. ماشي. في عقد طبعا بيع موجود للاستاذ ماهر. الكنترول طبعا هيعرضها على الشاشه. اللي هو العقد الابتدائي. تمام. ماشي. فطبعا اول ما استلمنا الارض دي رحله كفاح وتعب، كانت لسه صحراء، وكان يعني حياه صعبه جدا، جراكن ميه، حياه كانت صعبه يعني. عشنا حياه صعبه. الفتره عدت الحمد لله. ما كانش في حياه يا استاذ. حلو بحلوها ومرها بكله. ماشي. الارض دي طبعا لها اقساط بتدفع كل سنه. تمام. فخلال طبعا الفتره دي كده احنا دفعنا الاقساط بتاعتها، خلصنا الاقساط بتاعتها بالكامل لهيئه التعمير. تمام. وهيئه التعمير عملت جميع المعاينات الهندسيه من عندها، طلعت لجنه ودفعت الفلوس بتاعت العربيه اللي تطلع من هيئه التعمير. طلعت بس عشان الوقت بتاعنا حضرتك قدمت. انا خلص ماشي. بس عشان الوقت خلاص كده. هو يعتبر كده الوقت خلص. الاستاذ انا خلاص بسرعه. هو كلمتين بس يا استاذ عمر بعد اذنك. اخلص بسرعه بس. في وقت معانا؟ تمام. في نهايه البرنامج وجه الشكر للساده المشاهدين، وطبعا العقد اللي هو موجود عند الاستاذ ماهر. قبل ما نختم الحلقه، هو
لم يتم تسليمه دلوقتي، وفي مشكله عليه، وطبعا هنتابعها مع السيد المحافظ اللي والساده المسؤولين. اللي يا فندم اللي هي جه طلع تمام. العقد طلع املاك، احنا ده مع املاك حضرتك امريكيه. احنا مع حضرتك وهيتم التواصل، وليس اللي هو أملاك الاستاذ هيئة عبد الرازق التعمير. اشار اليه. تمام. هيتم التواصل مع الساده المسؤولين. شكرا لحسن الاستماع.